ظهرت النهارده الصبح إشاعة غريبة جدا إن أداة النانو بنانا اتضافت في فوتوشوب بيتا. والحقيقة اللي أنا دخلت عادي ولقيت إن مفيش أي حاجة اتضافت. تمام، وفي ناس كتير هتتجن، يعني هو الأداة اتضافت ولا ما اتضافتش؟ تعال بقى ركز معايا بقى ونشوف الفيديو اللي انتشر الصبح بدري على الموضوع دوت. طبعا الفيديو دوت جنن الناس. انا دخلت على البيتا اهو زي ما بقول لك مفيش حاجه، ولكن هل الاشعه دي صح ولا غلط؟ تعال ندخل على الادوبي فوتوشوب، هتلاقي ان مش منزلين اي حاجه عن نانو بنانا. ولكن يعني طب سؤال، يمكن ما بينزلوش كل الاخبار، يعني اداه الهرمونايز طيب نزلت ولا لا علشان نعرف دي اللي اتضافت في البيتا؟ ما كان بننزل لها خبر. فننزل تحت هتلاقي اللي هو فعلا مكلمك على اداة الهرمونايز، يعني معنى كده هو اتكلم عن اداة الهرمونايز واتضافت في البيتا. الناس بتقول اللي هي اتضافت عندها في بيتا، في بعض من الناس كده، فانا مش انا مستغربهم قوي. طب هل الاشعه دي صح ولا غلط؟ انا هقول لك حاجه، انا شاكك ان الموضوع ده هيحصل، وده يرجع لنقطه. احنا لو رحنا لادوبي اكسبريس هتلاقي ان هنا ادوبي، يعني هنا احنا في شركه ادوبي. تمام. هنروح هنا لجنريت ايمج وندوس هنا سكوير. هتيجي هنا اللي عندك فاير فلاي، وهتلاقي هنا حاجة عندك اللي اسمها النانو بنانا. فمعنى كده ان في تعاون غير ملحوظ موجود بالنسبة لأدوبي مع النانو بنانا او جيميناي او جوجل بوجه عام. فهل ده ممكن يحصل؟ انا شايف اللي هو وارد جدا جدا ان هو يحصل، ولكن هل ده حصل؟ انا ما شفتش ان ده حصل ولا هم اعلنوا. وبس، ده فيديو النهارده، يا ريت بس ايه نكون وصلنا الرسالة عشان الناس ما تتبهدلش على الفاضي. سلام.